قال يا عبدي أنا الله يا مجمل لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه. الله يحييكم يا جماعة الخير دائما وأبدا من بعد انقطاع طويل نسبيا. هو طويل عندي وإن كان قصير، لأن بعدكم عني وبعدي عنكم يزعجني ويضايقني. الله يجمعنا وإياكم على طاعة ويسعدنا وإياكم سعادة الدين والدنيا. اليوم عندي قصة فيها عظة وعبرة صراحة، والقصة هذه أخذتها من صاحبها نفسه. صاحبها صراحة خفيف دم. بتقولوا لي تعرفه شخصيا؟ أقول لكم لا والله ما أعرفه شخصيا، لكن اسمه سبحان الله فيه ظرافة. اسمه آدم بن نوح. حلو، آدم بن نوح. آدم أبونا، ونوح أول نبي من أبناء آدم عليهم الصلاة والسلام. آدم شاب في عام 2019 تخرج من المرحلة الثانوية، يسكن في إب يا جماعة الخير، يعني إيش أقول لكم، إب الخضراء الجميلة. هو ثالث إخوانه وهو الصغير، وأسرتهم أسرة مقتدرة ماديا نسبيا. ألح على والده إنه ينزل لصنعاء يدرس في الجامعة، وده يدرس صيدلة. حلو تخصص الصيدلة، جميل جدا. وألح على والده، أبوه رفض. إيش مبرر أبوه؟ يقول أبوه يا ولدي ما لنا أحد في صنعاء، ما في أحد في صنعاء يعني حتى تكون معهم وممكن أنك يعني مثلا تزورهم يزورونك وتقضي وقتك معهم. فأصر الولد وقال يا أبوي أنا أبي أتعلم، وأفضل الجامعات في صنعاء العاصمة يعني. فتحت إلحاح آدم وافق نوح اللي هو الوالد، لكن اشترط نوح. قال يا ولدي أنا عندي شروط. وش هي؟ قال إني يعني أدور لك سكن وتسكن لحالك، ما أبغاك تسكن مع أحد، أنا خايف عليك من أصدقاء السوء وكذا. وهذه وجهة نظر، لكن منعه من أن أي أحد يسكن معه هذه مشكلة صراحة، وبتشوفون أثرها بعدين. خلاصة الكلام وافق نوح، قال أبدا تم اللي تشوفه يا والدي. قال خلاص أنا أنزل معك وأشوف وضعك ونسجلك في الجامعة ونطمع عليك. وفعلا حددوا اليوم ونزل آدم ووالده نوح إلى صنعاء. راحوا طبعا سجل في الجامعة، جامعة صنعاء الجديدة، وطبعا الدراسة برسوم يا جماعة. لكن مثل ما قلت لكم والد نوح مقتدر ماديا فما عنده مشكلة، والد آدم آسف مقتدر ماديا فما عنده مشكلة يعني. ثم راح يبحث له عن شقة، ووقعت اختياره على شقة في حي بيت بوس. طبعا هم في صنعاء ينطقون بيت بوس، اعذروني يا جماعة أنا رحت لصنعاء وعشت في هذه المناطق يعني، وبيت بوس فعلا من المناطق الراقية يعني نسبيا. فأبوه راح دور له شقة في بيت بوس. الشقة كانت كبيرة يا جماعة، مفروشة وكبيرة، 4 غرف ومجلس وحمامين ومطبخ، ويسكن فيها آدم لوحده. فرجع آدم يكلم أبوه، قال له يا والدي يعني لو أشوف لي أحد كويس يسكن معي. قال له لا، ما أبغى أحد يسكن معك، وأبغاك تكون لوحدك عشان تاخذ راحتك، ويعني ما أبي أي أحد يسكن معك. وافق نوح، وخلاص المؤمنون على شروطهم يعني. وبدأ فعلا يدرس الصيدلة في الجامعة، وبدأ يتعرف على مجموعة من الشباب وكذا. تعرفون في بداية ما يدرس الواحد يتعرف ممكن على الجميع، لكن بعدين يبدأ يرشح له مجموعة من الأصدقاء الخلص الخاصين. وفعلا آدم تعرف على شاب، الشاب هذا يمتلك خصيصة موجودة عند نوح، وهي حب المغامرة وحب الاطلاع على العالم الغيبي والغيبيات، وحب التعمق في هذا والبحث عنه سواء في الإنترنت أو غير الإنترنت.
وهذه صراحة إشكالية عند كثير من الشباب قادتهم لكثير من الأخطاء والمهالك. آدم في يوم من الأيام كان جالس مع صاحبه هذا يدردشون، فقال له صاحبه: والله يا آدم أنا جدي الله يرحمه متوفي، فتشت في أوراقه وفتشت في صندوقه الخاص فوجدت كتاب، الكتاب هذا أبهرني. وأعطاه عنوان الكتاب، وأنا ما أبغى أعطيكم عنوان الكتاب بصراحة. الكتاب هذا لما قرأت فيه حسيت برعب في بداية قراءتي فيه، فأغلقته ورجعته مكانه. في هاللحظة غمزت السنارة مع آدم، قال له: إيش حسيت لما قرأت الكتاب؟ قال: برعب. قال: حسيت بحاجة حولك شيء كذا؟ قال: لا ما حسيت والله، لأني ما تعمقت فيه. فقال له آدم: طيب أبغى الكتاب أنا. فقال له صاحب: اعذرني صعب. فاضطر آدم أنه يعرض عرضه، قال: يا فلان أنا بعطيك 50,000 ريال يمني. 50,000 ريال يمني تعادل تقريبا، أنا والله ما أستطيع أقول يعني، لكن تعادل تقريبا 1000 ريال سعودي، لأن الريال ب50 ريال يمني، فتقريبا تعادل 1000 ريال سعودي، وصراحة مبلغ مغري. فقال له صاحبه: ما في مشكلة أنا أجيب لك الكتاب، بس بشرط يكون عندك فترة تقراه وترجع لي. فقال له آدم: متفقين. وفعلا اجتمعوا في الجامعة ذاك اليوم، مر الرجال جايب الكتاب. الكتاب غلافه أخضر غليظ، أوراقه واضح أنها قديمة. يقول آدم: فرحت كثير بالكتاب، وأخذت الكتاب وحطيته معي، ثم خلصت الجامعة وانطلقت لشقتي. تذكرون شقته؟ ها، ضخمة كبيرة والوحده الولد. يقول رحت، ولما وصلت بالنهار اطلعت على مقدمة الكتاب فشدني، فيه رموز وفيه أشياء غريبة. فقلت خله الليلة أسمر عليه، أجلس جلسة حلوة كذا عليه في الليل. وفعلا جاء في الليل، طلع الكتاب وبدأ يقرأ في الكتاب. إيش وجد في الكتاب يا جماعة؟ وجد في الكتاب آيات قرآنية، وجد أحاديث، وجد آيات محرفة مكتوبة بطريقة محرفة، وجد آيات معكوسة، وجد حروف ورموز معينة يقولها. بدأ الولد يقرأ 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 حتى وصل إلى عنوان: كيف تدعو ملوك الجن. يقول هذا العنوان شدني بقوة، لأني أنا أعشق المغامرة وأعشق هذا العالم. يحس بالموضوع لعبة. وفعلا بدأ يقرأ حتى وصل لمقطع: اخضع اخضع اخضع. ويقرأ كلام ورموز، ثم يناديهم ويرفع صوته ويعطيه تعليمات الكتاب ويقول: اخضع اخضع اخضع. يقول في هاللحظة تفاجأت برعب شديد حسيت فيه. انطفأت الأنوار في المكان اللي أنا فيه، بدأت أحس بأنفاس ناس معي في الغرفة، بديت أحس بقشعريرة في جسمي، بدأ أسمع تكسير في الصحون يعني الكنب وكذا، كل شيء يتحرك. حسست برعب شديد. يقول أنا تذكرت المثل اللي يقول: حضرهم المصري، المثل المصري اللي يقول: استطاع يحضرهم لكنه ما استطاع يصرفهم. يقول تمالكت نفسي، ولعت كشاف الجوال، حاولت أولع اللمبات ما في مجال. يقول رحت أشوف الغرف كلها فعلا مكركبة. رحت للمطبخ وجدت الصحون والكاسات تتكسر. طلعت وجيت للصالة، أحسيت بأنفاس حارة خلفي. التفت وإذا مخلوق غريب قدامي، طوله 1.90 متر تقريبا، مليء بالشعر. يقول وجهه غير واضح. يقول صفعني كف على وجهي وسقطت على الأرض مغمى علي. تخيلوا طول الليل وهو في الصالة مغمى عليه، أصبح الصباح وهو في الصالة. اتصل وهو مرعوب
على صاحبه ما غيره، قال له يا فلان تعال بسرعة. جاء صاحبه بدأ يشرح له، يقول آدم بديت أشرح له اللي حصل معي. يقول العجيب إنه البيت مرتب ما حصل فيه شيء. يقول حاولت أقنعه باللي حصل لي، يقول ما اقتنع، ظن إني أبغى أرعبه لأنه حنا دافنينه سوا، حنا نحب الرعب وكذا، فظن إنني أبي أرعبه. يقول قلت له خذ الكتاب حقك، وال50,000 اللي أعطيتك إياها هذه ثمن حماقاتي، خذها وخلاص روح. يقول فعلا أخذ الكتاب وراح. يقول لبست ثيابي وضبطت أموري وانطلقت للجامعة. حاولت أتناسى الموضوع، يقول ورجعت من الجامعة. يقول لما رجعت من الجامعة أجي لغرفتي وألقى المفاجأة المدهشة، الكتاب نفسه على سريري. يا ربي أنا أعطيته صاحبي، أنا أتوهم ولا كيف؟ يقول رجعت اتصلت على صاحبي فلان، نعم أنا ما أعطيتك الكتاب حقك؟ قال إلا أعطيتني إياه. قال بالله تأكد لي هو عندك ولا لا؟ يقول انتظرته على الجوال، راح يفتش في صندوق جدة، لأنه يقول رجعت له الصندوق، فقال له ما وجدته. قال يا أخي هو عندي الآن. وهنا وقعت الإشكالية الضخمة. عرف في هاللحظة آدم إنه وقع في خطأ كبير. أخذ الكتاب وحط الكتاب في الدولاب وسكر عليه. يقول جيت أنام في الليل، الكتاب في الدولاب، طفيت أنوار الغرفة وخليت النور خفيف وحاولت أنام. بديت أسمع أصوات جوا الغرفة، أصوات همهمات وأنفاس، كأنه في أحد معي في الغرفة. حاولت أتذكر الآيات اللي أنا حافظها، ما أتذكرها. يقول آدم أنا ما كنت مع الله، فالله سبحانه وتعالى ما كان معي. هذه كلمته. يقول أحاول أتذكر الآيات، يقول أتلخبط فيها من شدة الخوف. يقول حاولت أنام، نمت على الساعة 12 في الليل وإذا في أحد يصحيني. قمت أناظر طفل قدامي، يقول مرعوب أنا، إيش جاب الطفل ده هنا؟ قال لي بابا بابا بابا. يقول قمت، ثم أعطاني ظهره ومشى وطلع. أشوف الصور، يقول حط صور، وهذه أيضا مشكلة، حط صور أمي وأبوي في الغرفة، وأشوف الصور أناظرها تضحك لي، يقول أحسها تضحك لي. خلاصة الكلام هو استدعاهم وجابهم وتورط فيهم. السر في الكتاب، السر في الجد، جد صديقه. إيش كان يا جماعة؟ أنا أترك الحكم لكم. خلاصة الكلام، جلس الولد مرعوب في الغرفة، ما استطاع ينام. يقول احتضنت ركبي. عرفتوا طريقة احتضان الركب؟ يعني جلس بطريقة الخايف، هو ساكن الحالة، وهذه إشكالية أيضا السكن لوحدك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هذا الخطأ اللي وقع فيه أبوه من غير ما يشعر. يعني أنت ما أردت أن يسكن معه ناس ما هم كويسين، طيب شوف واحد من الناس الطيبين يسكنون معه. خلاصة الكلام، جلس مرعوب من الساعة 12 بالليل إلى الفجر. يقول توضيت ورحت أصلي الفجر، أنا منهك تعبان. رحت للمسجد، صليت صلاة الفجر وجلست في المسجد، ثم قعدت أشاور نفسي أنا أروح الجامعة ولا ما أروح الجامعة، ثم قلت لا والله ماني رايح الجامعة، أنا مرهق، أنا تعبان. وفعلا قرر يرجع لشقته، يرجع ينام لأنه مرهق، وفعلا رجع ونام نومة عميقة، مكسر هو. واللي حصل معه في الحقيقة يا جماعة مس الآن. يقول نمت على 10 بالليل، صحيت على صوت أمي، أسمع صوت أمي يناديني في الصالة، أمي في الصالة. يقول أنا راح عن ذهني موضوع إيش جاب أمي من الديرة وكيف دخلت البيت. يقول قلت أمي، فرحت فيها. يقول طلعت من غرفتي على الصالة،
وأشوف امرأة مرعبة جدا واقفة قدامي، شعرها مغطي وجهها، لابسة روب طويل، وصوتها مرعب، تقول له يا آدم بن زينب، يا آدم بن زينب. يقول رعبت، خفت خوف شديد، طلعت من الشقة وعلى وجهي في الشارع وأنا مرعوب. وين راح ذهني؟ إلى إمام المسجد. قلت مالي بعد الله سبحانه وتعالى إلا إمام المسجد. يقول كنت أدل بيته، ورحت فعلا وطقيت عليه. طلع لي الرجل، كلمت له وشرحت له اللي صار لي كله، فطمني وقال لي لا تخاف، كن مع الله سبحانه وتعالى لو لا تخاف، الله القوي وهم الضعفاء. صدق والله. يقول أخذني وراح معي لشقتي وقاعد يقرأ فيها القرآن، ثم قال لي وين الكتاب؟ طلعت له الكتاب، قال جيبه وتعال. يقول رحنا أنا وياه المكان خالي، مكان كذا ما فيه أحد، ثم حفر للكتاب هذا وبدأ يقرأ عليه، يقرأ القرآن ويحرق هذا الكتاب ويكرر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول حرق الكتاب حتى أصبح الكتاب رماد. ثم قال لي خلاص الآن توكل على الله سبحانه وتعالى، روح البيت شقتك ونم ولا لك إلا العافية بإذن الله. يقول آدم طلعت وفعلا رحت للشقة أنام. يقول بمجرد ما غمضت عيني وأصحى على رائحة في الغرفة، أناظر وإذا الغرفة تحترق، أطلع للصالة وإذا الشقة تحترق. خرجت مرعوب للشارع، أنادي وأصرخ وأستنجد بالناس. ورجعت للشقة مع الناس وإذا الشقة ما فيها شيء، لا فيها حريق ولا فيها شيء. تعبت. الناس حتى نظراتهم لي أنه هذا مريض. يقول نمت ذيك الليلة وأصبحت الصبح وأنا مقرر قرار أني أترك صنعاء وأترك الحياة في صنعاء، وفعلا ضبيت أغراضي وخرجت ورحت للديرة. يقول لما وصلت بيتنا تفاجأ فيني أبوي وأمي، وكنت تعبان مرة تعبان، يسألوني ايش فيك ايش فيك؟ يقول مثل المجنون أنا، ايش فيك ايش فيك؟ يقول ماني معهم ماني بحولهم. دخلت غرفتي وقال أبوي اتركيه خليه يرتاح وبعدين نشوف. يقول دخلت الغرفة أنام. يقول نمت بعدين حسيت بثلاثة دخلوا علي الغرفة. يقول ما أشوف وجيه، سحبوني من رجلي لنصف الغرفة وضربوني ضرب مبرح، ثم ما عاد حسيت بنفسي أنا إلا بعد شهر. يقول لي أبوي إنه إحنا وديناك لقراء، وديناك الناس يرقونك، وكنت ملبوس، كنت متلبس، والحمد لله رب العالمين من الله عليه بالشفاء، وتم يعني طرد هذه الأرواح الشريرة من هذا الشاب. يقول هو آدم، يقول عرفت أنا إن الموضوع ما هي مغامرات، الموضوع شوية حماقات. وهذه يا جماعة الخير درس بليغ حصل عليه أخونا آدم. بعض الدروس المؤلمة والشديدة ممكن تجيك بكل بساطة بسبب تهورك وقلة حكمتك ونظرتك للأمور. بعض الشباب يقودهم البحث عن المجهول والبحث عن الغيبيات والبحث عن ما وراء الطبيعة، إنه يذهب للأماكن المهجورة ويتحداهم، إنه يكون غافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى وإقام الصلاة وقراءة القرآن والأذكار والتحصين، إنه يروح يأخذ هذه الكتب التي تعلم الشعوذة وتعلم السحر. الكتاب في الحقيقة اللي وقع بين يدي أخونا آدم هو كتاب يستخدمه المشعوذين لاستحضار هؤلاء الجن أو ملوك ومردة الجن. وتعرفون أنتم أن الساحر حتى يستميل هؤلاء له وحتى يستفيد منهم ويخدمون في سحره وشعوذته، يشرك بالله ويكفر بالله سبحانه وتعالى ويقدم لهم ما يشاءون من الكفريات، ومنها قلب الآيات وعكس الآيات
يعني تدنيس الآيات القرآنية بدم الحيض وغيره. يا جماعة الخير، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يا جماعة الخير، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قراءة هذه الكتب والاطلاع عليها أو متابعة هذه الأمور قد توصلك لأشياء لا تحمد عقباها. ومن عوفي فليحمد الله يا جماعة الخير، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أتمنى أن هذه الحلقة تنفع الشباب اللي يميلون للمغامرة ويميلون لإيذاء أنفسهم من غير ما يشعرون. هذا اللي عندي اليوم، هذا العطر اللي عندي اليوم اللي تستاهلونه وتستاهلون أكثر منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.